لو انتي ام جديدة اكيد حاسة بمليون شعور دلوقتي، فرحانة وزعلانة وتعبانة وقلقانة وحيرانة. انتي مش لوحدك، انا هنا عشان اعيش معاكي تجربتك ومشوارك كأم لأول مرة. انا منى وده فيديو جديد النهاردة. هتكلم معاكم عن الأمومة شوية وعن تجربتي كأم لأول مرة لبنوتي عندها 4 شهور ونص. أيوة أنا مامي، وهتكلم معاكم بقى دلوقتي على 10 نصايح مهمة جدا تعرفيها لو انتي لسه أم جديدة. أول نصيحة معايا، وهي طبعا هتلاقي ناس كتيرة بتقولك الموضوع ده بس انت بتتجاهليه أو بتحس ان هو مش حاجة مهمة. لما تسمعي مثلا حد يقولك نامي مع النونو لما ينام، هتقولي طبعا طب ما انا ورايا حاجات عايزة اعملها، ورايا شغل البيت، ورايا حاجات عايزة تتعمل وهكذا. ولكن انت ما تعرفيش ان نومك مهم جدا ليكي وللبيبي. كل ما تلاقي فرصة ان انت تنامي وتريحي نفسك ارتاحي. كل حاجة يعني هتتعامل، مش ضروري خالص انك تقومي دلوقتي تروقي البيت او انك تعملي اي حاجة تانية. اهتمي الاول بصحتك وبعد كده نبقى نشوف اي حاجة تانية. تاني حاجة، خدي مساعدة من كل حد تقدري تطلبي منه مساعدة. اوعي تقولي انا هقدر اعمل كل حاجة بنفسي، بالذات في الفترة الاولانية دي. حاولي على قد ما تقدري ما تشيليش نفسك فوق طاقتك، لان طبعا لما بنبدأ نحس كده بالتعب الموضوع بيقلب معانا بحاجة تانية خالص، بيخلينا كده نخش بقى في مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة وضغط نفسي وحاجات وحشة خالص. يعني مش عايزين ندخل في السكة دي أبدا. تالت حاجة، اتغذي كويس جدا زي ما انت عايزة تغذي البيبي. انت عايزة البيبي يكون كويس وتغذيته حلوة، اتغذي انت كمان، يعني طبعا انت اي حاجة بتاكليها بتوصل للبيبي في الرضع بتاعته. فطبيعي جدا انت لو ما بتاكليش كويس او مش بتاكلي الحاجات المفيدة اللي هي تفيدك وتفيد جسمك، عمر ما البيبي هيوصله حاجات تفيده. رابع حاجة، مش لازم كل حاجة تبقى كاملة او مثالية. مش لازم البيت كله يترتب النهاردة، مش لازم الشغل كله يخلص النهاردة، مش لازم كل يوم ناكل أكلة طعمها حلو. في أيام ممكن نعديها كده عشان انت دلوقتي في حاجات تانية أهم. في بيبي ده بياخد حاجات كتيرة منك مهمة عن الحاجات التانية دي. خامس حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، اهتم بنفسك حتى لو 10 دقايق بس في اليوم. مش بقولك بقى اقعدي روحي الكوافير او اعملي سكين كير، لا، عايزة منك 10 دقايق بس. تاخدي شاور حلو، تلبسي فيها بيجامة مريحة وتسرحي شعرك. انا عارفة بجد موضوع انك في البداية خالص ده انك تسرحي شعرك ده موضوع صعب، انا عارفة. بس حاولي 10 دقايق بس مش اكتر. تكوني مثلا سايبة البيبي مع حد او البيبي نام 10 دقايق، تدخلي كده تاخدي شاور جميل، تحطي كده حاجة ريحتها حلوة، ترطبي وشك. مش عايزة منك اكتر من كده. 10 دقايق في يومك بس، صدقيني بتفرق جدا جدا جدا. بتحس انك رجعت للحياة كده تاني، وخدت كده يعني ريفريش، عملت ريفريش لنفسك انك لسه قادرة تكملي. الحاجة اللي بعد كده عايزة أقولك سجلي اللحظات الحلوة كلها بتاعة البيبي. طبعا أول ما البيبي يبدأ إن هو يتحرك ويبدأ إن هو يضحك ويتلاغى ويقول الحاجات اللي هي العسولة اللي تبقى في الأول دي، عيشي معاه. عيشي معاه وصوري كل اللحظات دي. اوعي في مرة تكوني قاعدة كده مع البيبي وهو عمال يلاغي وعمال بيضحك وانتي مش بصاله أو مش منتبهة ليه ومركزة في حاجة تانية. اوعي، لأن اللحظات دي هتعدي فمش هتعرفي ترجعها تاني، فاوعي تضيعيها من ايدك. الحاجة اللي بعد كده، اوعي تقارني نفسك بحد. اوعي تقارني نفسك بأم تانية او البيبي بتاعك تقارنيه ببيبي بتاع حد تاني. مستحيل. انتي طاقتك اللي ربنا مديهالك حاجة، وطاقة الأم التانية دي حاجة تانية. النونو بتاعك ربنا اداهولك بصورة معينة، اوعي تقارنيه بصورة نونو تاني بتاع ام تانية. مستحيل تعملي كده. كل واحد ليه الامكانيات بتاعته والطاقة بتاعته والقدرة
قدرة التحمل بتاعته، فما تقوليش دي بتشتغل وبتروح وبتعمل وبتسوي وانا ده انا مش بعرف اغير هدومي حتى، ده انا مش بعرف اخد شاور، لا، اوعي تعملي كده. النقطة اللي بعد كده، اسمعي لجسمك. تعبانة، ارتاحي. حاسة ان في عندك وجع معين مش قادرة تتحمليه، اتصلي بالدكتور فورا. اوعي تتجاهلي جسمك بالذات في الفترة اللي هي بعد الولادة مباشرة، اوعي تتجاهليها. مهما كان التعب عندك بسيط، حاولي انك تعرفي ده سببه ايه. حاولي انك ما تتجاهليش كده، عشان الموضوع ممكن يقلب بعدين لحاجات تانية وحشة. الحاجة اللي بعد كده وهي اقرأي واسمعي عن الأمومة عشان تبقي فاهمة مراحل تطور البيبي قبل حتى ما تولدي. خلي دايما كده في عندك علم بالمراحل الأولى خالص، اللي هي الأسابيع الأولى في حياة البيبي. النوم بتاعه بيبقى عامل ازاي، الرضعة بتبقى عاملة ازاي، ازاي تهتمي بيه، ازاي تغيري الحاجات اللي هي البسيطة المبدئية خالص دي. بعد كده كل شهر والتاني تبدأي تعرفي التطورات اللي بتحصل له في كل شهر. الموضوع ده هيحمسك جدا انك تشوفي التطورات دي بتحصل على البيبي بتاعك. وكمان هتكوني مبسوطة انك شايفة طفلك بيكبر قدامك، وان هو فعلا بدأ يضحك، لا بدأ يناغي، ده كمان شهر هيبدأ ياكل. الحاجات دي بجد بتساعد جدا انك تعرفي انتي ماشية صح ولا لا. النصيحة رقم 10 والأخيرة، استمتعي بالرحلة. الأيام الصعبة كلها هتعدي، والوقت الصعب هيروح، وهتنامي عدد الساعات اللي انت عايزاها، وهتشتغلي وهتخرجي وهتعملي كل اللي نفسك فيه. بس الذكريات الحلوة مع البيبي عمرها ما هتتكرر تاني. الأطفال بتكبر بسرعة جدا، بيسيبولنا بس ذكريات كده على الموبايل احنا عمالين نتفرج عليها من وقت للتاني. فما تضيعيش الأيام الحلوة دي، وكله هيعدي، كله هيعدي في الآخر، وهتلاقي وقت بعدين لنفسك، وهتلاقي وقت كتير جدا قادرة تعملي فيه كل اللي انت عايزاه. وعايزة أقولك كمان إن الأمومة مش سهلة، وفي نفس الوقت هي مش مسابقة، دي رحلة خاصة بكل أم. خديها يوم بيوم، وما تنسيش إنك بتعملي أحلى وأعظم حاجة في الدنيا، إنك بتكوني إنسان يعيش على الكون ده. إنك تهتمي بطفلك وتكبريه وتغذيه وتعلميه مبادئ الحياة والعادات والتقاليد الصح، ده في حد ذاته حاجة مهمة جدا وأعظم حاجة انت ممكن تعمليها في حياتك. وبس كده، هو ده فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. باي باي.